قول لي على اخبار الدنيا ملخص سريع كده. الدنيا كويسه لا باس بها، الناس كلها مشغوله بالانتخابات الجديده، صور ملت الشوارع، والمظاهرات موجوده في كل المدن وكل القرى بالليل كل يوم، والمصادمات ما بتتوقفش. لكن ده كله ملوش نتيجه، نحن في عمل غير منتج. العمل المنتج حاجه ثانيه، العمل المنتج لازم الناس تقعد وتتكلم وتصل الى حل. بدون الوصول الى حل يا دكتور محمد مفيش فايده. مفيش فايده. يعني مفيش فايده من ناحيتين. من ناحيتين طبعا. ايوه بقول مفيش فايده من ناحيتين، مفيش فايده بالنسبه لمصر الحقيقه. انا مش هاممني مين ولا مين، انا لا هاممني الاخوان ولا هاممني الدكتور الفريق اول مشير السيسي دلوقتي، مش هاممني، انا هاممني البلد بتضيع. وهو رأى نفسه مشير ليه دلوقتي؟ لا ده اللي رأى، لا اللي غض النظر عشان يبقى خد اخر حاجه في العسكريه، عشان لما يبقى رئيس يبقى ما فيش حد اعلى منه، ولا عشان ما يبقاش انا اللي عملته، وما تبقاش انت اللي عملته، ويبقى قائد اعلى بجد وحقيقي. دي كلها اعتبارات مهمه يعني. كلها اعتبارات مهمه. هو عايز يبقى رئيس فعلا؟ هيبقى ان شاء الله. هيسيب الجيش؟ مش خايف من الخلاف؟ لا ما خلاص، ما هو هيبقى القائد الاعلى. هو حسن الله سيب الجيش، ولا الرئيس السادات الله يرحمه سيب الجيش. هيعملوا عليهم خلاف؟ لا ما هو اللي بينقلب عليه الجدعان. انا مش فاكر المركب. في نقطه انا عايز حضرتك كده تتكلم فيها، ما اعرفش بقى رئيس المحكمه ولا مين. انا محتاج فلوس في الامانات. فدلوقتي ما عنديش زيارات، لا محامين ولا اهل. والفلوس دي لازم تدفع في خلال زياره ولا ايه؟ انا ما اعرفش. انا ما اعرفش عشان كده يعني دلوقتي انا محتاج يبقى في حسابي فلوس عشان اعيش. دلوقتي السجن بيقول ما جاش حاجه، لازم يصدق الناس. المره اللي فاتت انا قلت لهم يوم ما كنا هنا كان يوم الثلاث. ايوه قالوا هنبعت بكره، اللي هو الاربعاء اللي فات. الاربعاء قالوا بتوصل في نفس اليوم. طب دلوقتي هسال المحامين مين اللي عمل كده؟ اسامه لما اسامه الحلو. اسامه الحلو موجود. اسامه اللي موجود اذا كان دخل النهارده مش عارف دخل ولا لا، بس يعني هنسال. احنا عايزين نشوف لها حل مع القاضي، الا اذا انتوا تجيبوا فلوس قدام القاضي وتدوها لحد من الضباط، يعني قصدي نعمل اجراء. ما ينفعش فلوسي اللي في الامانات تخلص. لا ما ينفعش، لانه احنا لنا مصاريف. طبعا يعني خد بالك، ومصلحه السجون لها، هي طبعا لها قواعد. مش هيصرفوا على محبوس احتياطيا على حسابهم. مش هيصرف علينا طبعا. قاعدين نخلصها دلوقتي ان شاء الله، يا مع الدايره يا مع مصلحه السجون نفسها اللي بعد حل.